ارجوك ما تعملش الحاجه دي في الانترفيو، لانها فعلا بتضيع فرصك وتخلي اللي قدامك مش فاهم انت بتقول ايه. والحاجه دي انك بتستخدم فيلر ووردز كتيره جدا. الفيلر ووردز هي الكلمات اللي بنقولها في وسط الكلام عشان نملى فراغات، زي لايك، سو، حرفيا، اصلا. دي بتاعت جينزي، اصلا وفاهم قصدي. فاهم قصدي. بس انت ليه بتقولها؟ الفيلر وورد بتخش في لحظات السكوت اللي مخنا بيحتاجها عشان يفكر هيقول ايه، وبدل ما اسكت واعمل باوز يديك وقار عشان you think it's awkward، بملاها اصل. بس الكلمات دي فعلا بتاثر على الكواليتي بتاعت الكوميونيكيشن بتاعتك، بتبينك متردد، unprepared، ومش credible. طبعا زمانك بتفكر انت بقى هتزهقينا، هو ما تعملوش امال هنعمل ايه يعني اما اقول عادي لو هتقولها مره او مرتين، لكن انا بتكلم على الاكسسيف يوز. انا كنت بدرس مانجيريال كوميونيكيشن في الجامعه، وكنا بنصور الطلبه وهي بتتكلم ونفرجهم قد ايه الموضوع ده disruptive. فلو انت شخص بيستخدم الفيلر ووردز بطريقه اكسسيف وعايز تتغلب على الموضوع ده، لازم تتدرب، سواء انترفيو او برزنتيشن. اتدرب قدام المرايه، او الاحلى صور نفسك واتفرج على نفسك وعد كام مره قلت الكلمه دي. قولوا لي بقى ايه الفيلر وورد اللي بتستخدموها طول الوقت اصلا. let's know mind it.